السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير متابعين الغريم، متوجهين الآن بإذن الله تعالى إلى حفل بصور لكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعز اجتماعنا هذا في هذا اليوم المبارك، فلا شك أن هذا الحقيقة يستحي الإنسان أنه يتكلم بين حضرة هؤلاء، لكني بسولف عليكم سؤال. أنا أعجبني كلمة أخوي الشيخ خليفة قبل شوي، وهذا تعطي نوع من التفاؤل. وأنا أقول الكلمة كما قال الشاعر: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. بعض الناس يقول كلمة ما يحسب لها حساب. ترى الكلمة هي منطق، وإذا نطقت الكلمة إن كانت في خير حصل لك الخير، وإن كانت غير ذلك ترى قد تقع عليك. النبي صلى الله عليه وسلم زار له رجل أعرابي مريض من باب الزيارة والعيادة والاطمئنان والدعاء له، وهذه السنة في زيارة المريض. فلما شاف الرجل تعبان والحمى تفور قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور، يعني الله يشفيك ويعافيك. فقال: تقول لا بأس طهور على رجل كبير فيه حمى تفور، بل تقوده الحمى إلى القبور. يعني أنا بموت ما ينفع لي دعائك. قال الرسول: إذن هو كذلك، ولا أصبح الصبح له ميت. لأنه يقولون الشيبان العوام يقول: لا تفاول على نفسك. بعض الكلمات لا تقولها فتصبح حقيقة، ولذلك احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. إذا قلت كلمة تحمل عواقب. الله المتابعين الغالي، اليوم تشرفت بالشيخ الدكتور سعد الفياض. الله يحييك اخوك ابو معاذ. حيا الله يا شيخ. في الساعة المباركة اللي نراك علي، صلى الله تعالى ينفع بك. القرآن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لصاحب القرآن البركة والخير في الدنيا والرفعة والدرجة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلته أو آخر يعني منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا له القرآن. القرآن كلام الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويكفي أنه يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، أقوم في الأعمال، أقوم في كل سلوك. فنسأل تعالى أن ينفعنا به في الدنيا ويرفعنا به في الآخرة. اللهم جزاك الله خير. الله يرفع قدرك. واللي يحافظ على الرواتب سيحافظ على الفرائض. بيجي بدري. ايه بيجي، لكن اللي يفرط في الفريضه بيصلي الراتب. هي مرتبطه ببعضها. يعني بعض العلماء يقولون من لا يصلي الوتر يسمونه رجل سوء. السلف يقول هذا الكلام. حيا الله المتابعين الغالي، اليوم تشرفت بالشيخ الحبيب الشيخ بدر المشاري. يا هلا بعلي، الله يحييك. حيا الله يا شيخ. حيا الله صاحب الصوت الندي والأخلاق الكريمة. نشوف القرآن له أثر على أخلاقك ما شاء الله. الحمد لله. الله يثبتك ويزودك، وأنت قدوة الحقيقة للشباب. حيا الله المتابعين الغالي، اليوم تشرفت بالشيخ الحبيب الشيخ بدر المشاري. يا هلا بعلي، الله يحييك. حيا الله يا شيخ. حيا الله صاحب الصوت الندي والأخلاق الكريمة. نشوف القرآن له أثر على أخلاقك ما شاء الله. الحمد لله. الله يثبتك ويزودك، وأنت قدوة الحقيقة للشباب وقدوة لحفاظ القرآن الكريم، خاصة اللي في سنك. الله يجزاك خير. وأوصيك بمعرفة القرآن وتفسير القرآن ومقاصد القرآن. الله يجزاك خير. الله يوفقك. أشكرك شيخ لنصائحك الطيبة. أنت أيقونة صادقة وشاب واعد، ونشوف أن قلبك على ما يقولون طيب وسليم، لذلك تتقبل النصيحة. وشكرا لوالدك ووالدتك، بلغهم تحيتي، ووالدك موجود الآن معنا. الله يحفظه. الله يجزاك خير. الله يمتع بالصحة والعافية. اللهم آمين.
ويرزقك بره يا رب العالمين. وسلامي على والدتك الكريمة وعلى أسرتك الطيبة. أبشر. شكرا، الله يحفظك. الله يجزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.